تفتح له باب رزق. والمعلوماتك أذكى استثمار إن صاحب رأس المال يدخل اللي بيشتغلوا معاه شركة في مشروعه. يبقى إيه المانع إني أنجحه وأقف جنبه، خصوصا وإنه هو وأولاده من أحسن وأنقى الناس. تنجحه إيه وتقف جنبه إيه وأنقى الناس إيه؟ أنت يا محمود فاكر نفسك إيه؟ راعي الحركة الإنسانية، مصلح اجتماعي يا أخي. راجع. أنا خلاص مش قادر أستحمل. إيه؟ عملت لك البحر طحينة لحد ما جرجرتك في مشروع فاشل هتصرف عليه دم قلبك؟ ومش بعيد تكون مسألة عند عشان تبعدك عننا. أيوة، عشان ما تشوفش غيرها هي وأهلها قدامك وبس. يا راجية أرجوك تحافظي على كلامك. يا محمود أنا بكلمك من خوفي عليك. أنا مش عايزة حاجة غير مصلحتك، أنا من دمك. إنما هي نزلت ولا طلعت إيه؟ حيالله. الزمي حدودك يا راجية. اللي بتقولي عليها حيالله دي تبقى مراتي وأهلها أهلي كده. وإحنا بقى يا سي محمود نبقى إيه؟ أنت أختي على عيني وعلى راسي. طيب يا محمود، بس أنا مش قادر أفهم إزاي إنسان ذكي وعظيم زيك يمشي ورا كلام فلاحة زي دي. إزاي؟ الفلاحة اللي بتتكلمي عليها دي وش الخير عليا. الفلاحة دي أذكى وأعظم من اللي أنت بتعرفيهم وتشوفيهم. أرجوكي ما تخليش الغشاوة اللي على عينيكي دي تعميكي عن الحقيقة. نعمة حلم ما يحلمش بيه أي زوج في الدنيا. كده أهو. طيب يا محمود، أنا جيت أقول لك وجهة نظري وأنت صاحب التصرف النهائي. عن إذنك أنا ماشية. نعمت، سألت عن الأرض كويس؟ أيوة طبعا يا سي محمود، أرض هايلة. كان لازم يا نعمت تسمعي كلامي ونبعت حد يعينها ويشوفها. يعين إيه بس يا سي محمود ويشوف إيه؟ هي زيادة مصاريف وخلاص. أنا شفتها واطمنت على كل حاجة. الأرض حلوة والمية عالي العال، بإذن الله هتبقى خير علينا كلنا. يعني أدخل المزاد وأنا قلبي جامد؟ اتوكل على الله، اتوكل على الله. خلاص يا نعمت، عن إذنك أروح أشوف كريم عمل إيه في الإجراءات. اتفضل يا أخوي، انصرنا يا رب، انصرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده النشرت بيه يا است نعمت. النشرت به مين؟ صاحب الأرض اللي جنبنا. مش ده النشرتي بيه برضو يا فتحي؟ أيوه هو يا بيه، لسه بقول للست هانم. جهزت الناس بتوعنا اللي هيدخلوا معانا المزاد؟ جاهزين يا بيه. حافظين اللعبة؟ صمنها يا بيه. بالكتير عايزين الأرض دي ترسي علينا ب7,000 أو 8,000 جنيه. إن شاء الله مقفول علينا المزاد يا سعادة البيه. إيه ده؟ في إيه؟ مش اللي هناك ده برضو محمود بيه؟ ها؟ أي والله باين عليه هو. فعلا هو ومعاه مراته. الله، إنما هم جايين هنا ناويين يشتروا ولا إيه؟ طبعا أنا شرت بيه ناويين. أمال يعني جايين المزاد يعملوا إيه؟ الله، يعني هيبوظوا لنا الترتيب اللي عاملينه. لا مش هيقدروا علينا. على الأقل هيدفعوا لنا تمنها على الفاضي. ربنا يسهل. أنا شرت بيه. إذا تحداني محمود بيه على المبلغ اللي حطه في دماغي هغرقه تغريقة مهببة علشان ما يهاوبش يم مزاد تاني، وهعلمه إنه مش أي واحد يدخل مزاد. لعبتك بقى. أنا شرت بيه. الله، ده الظاهر محمود بيه سالم بيشاور لك بالتحية أهو. أهلا يا محمود بيه. أهلا بيك. لا مؤاخذة ما خدتش بالي. سعيدة يا مدام. سعيدة مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت جلسة المزاد. السعر الابتدائي لل30 فدان 6000 جنيه. 6100. 6100. 6200. 6200. 6300. 6300. 6900. مرة واحدة كده. عايز أخلص يا محمود بيه. 6900. 7100. 7100. إيه الحكاية يا محمود بيه؟ هناخدها ب8000. انت الظاهر الراجل مصمم يشتريها يا محمود بيه. الظاهر كده. ايه رأيك يا نعمت؟ نبقى غلطانين لو سبناها. طب ليه يعني ليه؟ دليل ان الراجل عارف قيمتها. السعر اللي عندنا دلوقتي 8000 جنيه عرض النشرت بيه.